هلو شباب ثالثه ثانوي، اخر مره شفنا بعض كان اول السنه الدراسيه تقريبا، صح؟ عدى 6 شهور وانا متاكده ان كل واحد فيكم عمل اللي يقدر عليه. فلو بتتفرج على الفيديو ده وانت مراكم حاجات كتيره قوي، او مخلص كل حاجه وراك، او الاسيستنتس بيجروا وراك عشان الهوم ورك، او في كويزات قد كده متراكمه عليك، صدقني انا حاسه بيك. الفيديو ده بمثابه جايد شويه للي هيحصل لك الفتره الجايه. اجازه نص السنه خلاص قربت، ويمكن بتتفرج على الفيديو ده بعديها اصلا، ويمكن في مدرس لذيذ قال لك هديك حصتين عشان تاخدهم في الاجازه على رواقه، او واحد تاني اداك هوم ورك 70 صفحه. فما تكتئبش، ده كان حالنا كلنا. اول حاجه عايزه اطلبها منك انك تهدى خالص وتاخد 3 ايام مش اكتر ما تذاكرش فيهم. صدقني اذا راكمته في 6 شهور مش هيخلص في ال3 ايام دول. ال3 ايام دول مش هيفرقوا في المجموع ولا هيعملوا اي حاجه غير انهم هيساعدوك تجدد طاقتك. بص، اعمل اللي انت عايزه، نام طول اليوم، خلص مسلسل، انزل مع اصحابك، بس اختار ناس فرافيش. نصيحه، لو تقدر اتعلم اي حاجه ملهاش علاقه بالدراسه، مخك محتاج يعمل حاجه جديده. انا عن نفسي اتعلمت مبادئ المونتاج في الاجازه بتاعه ثالثه ثانوي. انت متخيل؟ هم 3 ايام بمزاجك، محدش يقدر يقول لك حاجه. وعامه انت ثالثه ثانوي، فاي حد في البيت ما هو الا وسيله لتوفير الراحه ليك. وعامه الفتره الجايه لازم تدلع نفسك بكل شكل ممكن. تاني طلب، وده ليك مش ليا، اطلع من اي جروب فيسبوك مش مهم. يعني احنا في نص السنه، فاظن انت خلاص قيمت ايه الجروبات المهمه، بتجيب اسئلتك منين، بتسال مين. في اي جروب عليه صياح ارجوك اطلع منه، عشان الصياح هيزيد قوي الفتره الجايه. هنقسم السنه؟ لا، عشان اخر السنه مش هيبقى اصحابنا بيتخرجوا واحنا نعدي بكل ده تاني، فاحنا مش هنعمل كده ايا كان موقفك دلوقتي. ثالثا، هنغير مدرسين؟ لا. هناخد مع 3، واحد برايفت يحل، وواحد سنتر يشرح، وواحد اونلاين يراجع؟ لا لا لا. ليه بقى؟ عشان المدرسين خلاص شويه وهيخلصوا خلاص يا ابني خلاص. عشان المدرسين خلاص شويه وهيخلصوا المنهج بالكتير قوي على اخر شهر 3، وكل مدرس سايب حته صغيره كده يشرحها في الاخر، بتختلف من مدرس للتاني طبعا، باختلاف طريقه كل مدرس بامتحاناته وبالمراجعات بتاعته. هتدخل انت بقى في النص، هتبقى اللي هو انا فين؟ صدقني انا جربت كده في الفيزيكس وندمت ندم شديد جدا على الوقت اللي انا ضيعته والتشتيت اللي حصل لي. فاستخير ربنا كده وخليك مع المدرس اللي مريحك. رابعا، انت من هنا لاخر شهر 3 عندك هدف واحد بس، تمشي مع المدرس وتخلص اللي وراك، عشان فعلا هيفرق معاك قوي لو في المراجعات كنت مخلص المنهج كله. وهنتكلم على المراجعات بس بعدين. والسؤال بقى، هتخلص المنهج ازاي؟ انا عايزه اقول لك، انا بدات انجلش وفرنش متاخر، وغيرت مدرس كيمستري قبل الاجازه، فانا عارفه كويس قوي يعني ايه تبقى حاجات متراكمه عليك. لكن عادي، كل حاجه بتتلم. بص، هتجيب ورقه او فرخ كبير، يعني على حسب الحاجات المتراكمه عليك، وهتكتب كل ماده بالحاجات اللي فاضله فيها قدامك. خلينا نقول 3 حصص كيمستري، حصتين انجلش، وحصتين فرنش. فاكر الفيديو ده اللي عملنا فيه جدول المذاكره وحددنا الاوقات الفاضيه عندنا؟ هناخد بقى الاوقات الفاضيه دي ونحط فيهم كل اسبوع على الاقل حصتين متراكمين نخلصهم، الى جانب الحاجات العاديه اللي بتذاكرها. يعني مثلا الاسبوع ده هتاخد حصتين فرنش وحصتين كيمستري بدل حصه واحده في كل ماده، الاسبوع اللي بعده هتاخد حصتين كيمستري وحصتين انجلش، وبكده في 3 اسابيع تبقى لميت اللي وراك. من الاخر، الحاجات المتاخره هناخدها في الوقت الفاضي، وجدولنا هيمشي زي ما هو. هتقولي اجيب وقت منين؟ انا باكل وبشرب وبعيط وانا بذاكر. هقول لك يبقى انت مش عامل جدول. ممكن اسيب لك تحت الفيديو تاني تشوف ازاي تنظم وقتك، عشان هتحتاج الموضوع ده قوي الفتره الجايه. خامسا، وده للناس المجتهده زيك اللي بتذاكر من اول السنه، اللي لسه ما بداوش، عدي بس الحته دي عشان نفسيتك ما تتعبش. خد نفس، عيط. كان نفسي حد يقول لي اللي هيحصل لي الفتره دي قبل ما ادخلها لوحدي، وعشان انا ما كنتش مقدره كم الضغط اللي كنت بتعرض له من اول ما بدات السنه. مع بدايه شهر 2 دخلت في اكتئاب شديد جدا، وكمل معايا تقريبا لغايه بعد رمضان. وده عشان بعد رمضان ما فيش وقت تكتئب، بس ما علينا. المهم اللي بيحصل انك بتحاول تتكلم مع حد، تقول له انا ورايا كذا وكذا، فيقول لك معلش استحمل هتعدي. دي جمل صادمه، دي اجابات صادمه بعدها غالبا بتنفجر، وانا كنت منفجر في الحاله دي. او مثلا بتبقى قاعد عادي وفجاه تلاقي نفسك بتعيط بدون اي مبررات، بدون اي سبب، خاصه بقى لو انت قاعد لوحدك واهلك او صحابك خارجين وانت مش عارف تعمل كده، او استلمت درجه وحشه وبتبقى قاعد عادي بس مش قادر تذاكر، المعلومات ما بتخشش دماغك، مالكش نفس تعمل حاجه. انا مش عارفه ليه افتكرت المعاناه بتاعتي دلوقتي، بس ما علينا. غالبا هتلاقي نفسك تخنت افريج 5 كيلو. في ناس قليله بتخس، انا مش عارفه دول ازاي بيعملوها بصراحه، بس يعني مش بتوعنا طبعا. بشرتك باظت، روتين الجيم بتاعك خلاص راح، عارفه بجد. ده عادي، عيط وطلع اللي جواك، بس بعد ما تخلص عايزاك تمسك ورقه وقلم، وانا هنا مش بهزر، تكتب اي حاجه انت حاسسها. ليه؟ عشان بعد ما تخلص هترجع تاني وتقرا كل اللي انت كتبته، هتلاقي كل حاجه تقريبا بسيطه، يا اما موقف صغير حصل، او ضغوطات صغيره قوي لكن اتراكمت عليك، او حاسس انك مش هتقدر تكمل او مش لاحق. بس هنا عايزاك تفتكر انك عديت ب5 شهور ومكمل، ذاكرت يمكن اكتر من نص المنهج خلاص. شوف عديت كام امتحان، خلصت كام تشابتر، حضرت كام مراجعه، فتحت كام كود، اتخانقت مع كام اسيستنت، عديت على كام سنتر. انت خلاص بقى عندك روتين، اتعودت على الحصص وعلى الامتحانات، الموضوع ده ما بقاش جديد عليك. فاكر اول السنه انت قد ايه كنت متلخبط، وقد ايه كنت مش عارف انت بتعمل ايه؟ الجمله دي غلط ثانيه.
فاكر اول الامتحانات انت قد ايه كنت تعبان ومش عارف انت بتعمل ايه؟ لا ثانيه، فاكر اول الامتحانات قد ايه كنت متلخبط؟ انت اصلا قدرت تعمل كل ده. الفتره الجايه ما هي الا تكمله، صدقني. المدرسين بيراجعوا مرتين تقريبا، يعني اي حاجه فاتتك هتقدر تلمها. هتحل امتحانات للصبح وهتاكد على كل حاجه. مش بقول لك كروت، بس بقول لك ان كل دي اوهام ومش عايزاها تاثر عليك. وهقول لك تاني، صحيح دي مش سنه زي اي سنه، بس انت مش اقل من اي حد عدى بيها، صح؟ انا واثقه فيك واهلك واثقين فيك، واهم من كل ده انت واثق من نفسك. ربنا يوفقكم بجد. ولو عندكم اي مشاكل سيبوها لي تحت في الكومنتس. اخيرا قبل ما ندخل على رمضان ان شاء الله هعمل لكم فيديو ازاي نذاكر فيه، وقبل مراجعات لينا واحد تاني. ما تنسوش ان خلاص كلها 6 شهور وترجع للكومنت اللي كتبته في اول فيديو عشان تاكد لنفسك انك دخلت الكليه اللي انت تعبت عشانها. باي.